السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. فقط رسالة للأخت التي خرجت علينا هذه الأيام الثلاثة أو الأربع المتتالية ودايره لنا واحد الشو، دايره لنا واحد مود بحال هذاك الشيء ديال الديزاينر، وبركه كتمشي وتجيب علينا وتكثر علينا في الهضره وتهجم على كل شيء. هي عطات لراسها الحق انها تدخل يعني تتطفل على واحد الجانب من ديانتنا، من ثقافتنا، من تقاليد ديالنا، وخارجه كتلعب علينا العشره هكاك. فإن لم تستحي فافعل ما شئت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنت الناس، حنا إلا كننصحوك، لأن المسلم مرآة أخيه، حنا ما كندخلوه الجنة ما كندخلوه النار، وهذا هو كذلك ليس لا بيدك أنت ولا بغيرك، هو بيد الله سبحانه وتعالى. والذي يجعلنا نتعرب من النار أو نتقرب إلى الجنة هو اتباع أوامره. انت خرجتي علينا هذه واحد 3 ايام وكتقولي انا استبقتهم، غادي نحيد لهم انايا، وما يجيبوا شي تصويرات قديمه وبغاو يديروا لي كذا. درتي لينا فيلم هندي، قلنا ما كاين حتى مشكل، الفيلم الهندي. ومالك اختي خارجه علينا انت استبقتيهم، وديك اللعبه كتحداهم، ها انا محيدو كاع، انا محيد هذا الحجاب كاع، يلا ما عندكم ما ديروا، لقد اسقط في يدكم، انا راه درت لكم خاويه عامره. عرفتي لما درتي خاويه وعامره درتيها لراسك بنتي. سمعي بنتي، سمعي، الله يرضي عليك. وانا كنت كنتمنى هذه الهضره هذه كان يقولها لك راجلك ولا خوك ولا باك، نكونوا حنا في غنى عليها. ولكن مادام خرجتي للعلن وكتهضري على الحجاب وكتهضري على المجتمع ديالنا ومجتمع رجولي، اش من مجتمع رجولي بقى بوه في المغرب؟ انا كنمشي للمغرب كنلقى العيالات اللي زايدين وصايقين، كنلقاهم كلهم كيديروا اللي بغاو. كتمشي للقهاوي كتلقى 3 4 كلهم عيالات، تمشي للسوق تلقى 3 تلقى واقيلا كله عيالات، تمشي للبحر، تمشي للبيسين، تمشي للقرينه الكحله كتلقى غير عيالات. ورغم داك الشيء كتخرجوا كتبداو تكثروا علينا الهضره. شي هاد الايمانسيباسيون ديالكم سيروا ديوها للخلا، لأن الله سبحانه وتعالى وهذا الدين أعطاكم الحقوق لما لا عمر شي امرأة حلمت بها في حياتها. انتم ما عرفت كاع شكون اللي سلطكم علينا، جهال ما كيعرفوش يقولوا جوج الكلمات. أنا اللي كنعرف اللي كتخبى ورا شي شاشة ولا شي حاجة وتمشي دير لي كوبي لاصق وكذا، يخرج يهضر علينا علانيا. لا انتيا لا ديك الميسه من المسوخه، كلكم فين ما كيب لكم الله وكتخرجوا كتهضروا علينا علانيه كيفضحكم الله. ما كتعرفوش كتقولوا جوج جوال متابعه. حنا ما كنعرفوش شكون اللي كيحركم وما عرفناش اشنا هي. حنا كنقولوا مثلا للضروره احكام. اشنا هي هاد الضرورات ديالتكم اللي جعلتكم تخرجوا تهجموا على الحجاب وتهجموا على واحد الفئه معينه من المجتمع؟ حنا مجتمع مسلم اسلامي. تقول لي راه هذا مجتمع كيحقر عليه الراجل ما بقاش راجل في العالم العربي، وبالاخص المغرب ما بقاوش رجاله. انتم اللي ولات عندكم الكلمه الاولى والاخرى. ونزيدك بنت الناس، لا انتيا لا ديك ميسه، بغض النظر انا غنزيد عليكم حتى ماء العينين، ولكن مقارنه والله اني اظلم ماء العينين، لان ماء العينين مستوى عالي وكبير ولا مقارنه عند وجود الفارق. انا بالنسبه لي انتم انا كتبانوا لي دريات على قد الحال ديالكم، لا في الفكر لا في الكلام ديالكم، لان الانسان اللي ما كيقدرش ينقز بعيد عن الخيال ديالو كنقول ما عندوش بعد نظري، ما كاينش واحد لوريزون بعيد ولا شي حاجه. انتم على قد الحال. ونزيدك بنت الناس، لا انتيا لا هذيك ماء العينين لا هذيك ميسه، ومالكم عمركم لبستوا شي حجاب؟ على هذيك الفضيحه اللي لابسين نتوما كتسميوها حجاب، والله ما حجاب قسما بالله العلي العظيم. ونقول لك واحد القضيه، الحجاب الاصل ديالو هو الستره، هو الحشمه، والانسان حتى الا غنسميو هذاك الشيء اللي كنتو كتلبسوا نتوما في الماضي حجاب، وعلى هذيك الجلسه اللي كتجلسوا نتوما وهزين صواركم، رجل محطوطه لهي وراس هنا وكذا، اشنا هي هذيك السلوكيات ديال الانسان اللي متحجب؟ الا غتجلسي هذيك الجلسه ولا غتفرشي هذيك التفرشه بحال هكاك علانيه وهزه التصاور ديالك وداخله وسط 20 راجل، فهمتي؟ وديك اللعبه ويدخلوا عليك عباد الله، فهمتي؟ يدخلوا عليك حتى عباد الله، يقول لك انت والله رفيعه وجميله وما شاء الله عليك، وانا كيعجبني الحال انتيا كتعرفي بذاتك. والله شي اللي كان عنده شي اللي عنده بحال هاد الاصدقاء وترى هو غينا في الشيطان. الله ينعل. اش غنقول لكم انا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا صداقه لا رجال لا كذا. المسلم مرآة اخيه، وتخرجوا بحال هكاك. وانا يا شي واحد يخرج يبدا يشكر ليا في مراتي ولا بنتي ولا اختي هكاك، نمشي نخلي ضرب امه،
اش هاد البساله هادي؟ اولا ديروا لنا بوكم هنا الفلورت لايف. شو بنت الناس وتخرجوا ديري لي داك المقال ديال الجنه لنا والنار للاخرين. هاد التخربيق هذا ولات السيبه هنا، ولات السيبه هنا، وتبدا دير وتمسخري عليا. قال لك 70 حوريه عين وكذا. هادو ماشي هما اللي كيقولوا، قال الله سبحانه وتعالى، وهذا وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اي مسخه، اي خفيفه، اي مكلخه تخرج وتبدا تهين الدين بهذه الطريقه هذه. والله العلي العظيم للاسف انا كنقول لك وكتقول لي هذا مجتمع رجولي. والله انت الا كان عندك راجل وكيخليك تهضري بهذه الطريقه والله ما راجل، قسما بالله العلي العظيم. احنا غادي نخرجوا للعيب، ولكن اللي ما تصيبوش الغيره على دينه فهمتي، وعلى المجتمع ديالو وعلى التقاليد ديالو، والله الا فيه خير. وحنا راه غنقولوا هذا الكلام هذا بغيتي ولا ما بغيتيش. ونحن لعلمك يا بنت الناس، انا الذي خرج ودافع عن عرضك وكذا وضغطت على الدوله وكل شيء، والحمد لله الضغوطات ديالي كانت عندها نتائج، لكن كنت مظلومه. اما انت يا ظالمه، وحنايا ملي طرحنا لك النصائح كاع ما ذكرنا حتى سميتك. حنا بغيناك لعل وعسى تعيدي وترجعي الى رشدك. ولكن بنت الناس، اي واحد كيخرج للعلن فلقد اباح نفسه. اللي خرج للعلن والله ما نشوروا عليه، نطحنوه ماشي على وجهك انت منك لله. دبر راسك بنتي، الا مشيتي حتمتي على هذا الحال والله تتندمي قسما بالله العلي العظيم. كتخرجوا دابا كتبغيتوا البوز، كتبغيتوا اللايك، كتبغيتوا والله العلي العظيم لا ينفعك هذا في امام الله سبحانه وتعالى. والذين يدخلون عليك ويمدحونك ويقول لك شعرك الطويل وعينك القليلقه ونظارتك الكبيره وديك الكتكيت وداك الشيء، انهم والله العلي العظيم يفرشون لك الطريق الى جهنم، لأن لا يفعل هذا إلا كلاب. أما الذي يحبك في الله ولا كذا سيقول لك كلام مثل هذا ويكون قاسي عليك، عساه إن شاء الله أن ينفعك. بالناس إذا مشيتي في حياتك الخاصة ديالها وبوحدك تعراي ولا ديري اللي بغيتي، والله العلي العظيم لن نتكلم معك، لأن نحن نؤمن بحرية قرار كل بشر. من يريد أن يؤمن فليؤمن، ومن يريد أن يكفر فيكفر. الله سبحانه وتعالى أعطى العباد هذه الحرية، فإحنا ما غنجيش ونحجروا عليه. ولكن الله سبحانه لا يحب أن تشيع الفاحش. الذي يحب أن تشيع الفاحش في المؤمنين والله نحن له بالمرصاد. سير المعلم، دخل دارك فسد زكر دير اللي بغيتي، وانتي كتدخلي وكتقولي لي لا هما يا مشاو خدوا لي تصاور وانا نتحداهم، ولا لقاو لك شي تصاور يا بنت الناس وانتي كتسكري تخرجي تحداهم كذلك بالسكره علانيه. انا والله ما كنعرف اش هذا المستوى. واش للاسف اصبت بخيبه امل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهادو يتصرفون ويظنون انهم نخبه. اش من نخبه انتوما؟ والله انتوما النخاله، ها انتوما هما هذا. والله لن نسمح لاي احد ان يعبث في مجتمعنا. حنا راه كلينا العصا وصلنا لواحد القرينه الكحله اللي العلم بها غلة، تزيدوا علينا حتى نتوما في الحسابات. وراه بالناس لعلمك انا والله العلي العظيم لم اراك متحجبه في يوم من الايام، ورغم ذاك الشيء كنت اكن لك الاحترام وكنت ليس لي اي حق عليك او على غيرك. راه بنت الناس حنا راه مغاربه وهذه هي مجتمعاتنا. راه كندخلوا في وسط العائله راه عندنا المتبرجه وعندنا المتحجبه وعندنا كل شيء، فهمتي؟ ونعامل الجميع بما يرضي الله، وندعوهم بالتي هي احسن، بالموعظه والحسنه وبالخير وبالحب والتقرب والود وكل شيء، لان نحن دعاة لسنا قضاة. لكن لما يخرجوا المسخات ديال والو فهمتي ويبداو يديروا علينا حنايا قضاة، والله لن نقبل منهم هذا. سيروا تكمشوا المسخات المكلخات. كلكم باغي تبداو ديروا لي هنايا دعاة وباغي ديروا لي هنايا مفتيات وكذا. ديوها غير في راسكم المقشرات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعم سأتكلم بهذا الغضب، لانك انت قليتي دينك على دين الله وقليتي دينك على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كنتي في مجتمع، كنتي في واحد لونتوراج اللي فيه الرجاله، والله ما تهضري هكا. اكيد انت اللي دايرين بك ماشي رجاله. خير ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. انا عارف شحال من واحد يتقلق، ولكن هذه راه هضره ديال الرجاله ماشي ديال المخنتين. لا حول ولا قوه الا بالله.